هؤلاء هم من يحركون العالم ويصنعون الحروب. يا ترى مين دول؟ عائلة يهودية تمتلك نصف ثروة العالم كلها، وهي عائلة روثشايلد اليهودية. بتمتلك من المال 500 تريليون دولار. العائلة دي عائلة يهودية من أصول ألمانية، بتمتلك البنك الدولي أبا عن جد بالوراثة. النهاردة بتخفض لك سعر الذهب وبكرة بترفعه بمزاجها. طب هو يعني ايه البنك الدولي؟ البنك الدولي ده هو البنك الآمر الناهي للبنوك المركزية بالعالم كله، وده حق موروث لعائلة روثشايلد. والمصرفيون اللي هما بيشتغلوا في البنوك بيلقبوا العيلة دي أو بيقولوا عنها إن هما موني ماستر أو أنبياء المال والسندات. سعادتهم مرتبطة بالحروب وبيخافوا قوي من السلام. بيعيشوا في جزيرة مجهولة محدش يعرف عنها حاجة. كتير جدا من العلماء حاولوا إن هم يوصلوا لراس الهرم، بس كان الطريق مسدود، محدش وصل لحاجة. أقرب رئيس أمريكي ليهم كان بوش الأب، وأكتر دولة بيخافوا منها الصين. دول بقى اللي بنسميهم قادة الماسونية أو المتنورين، واللي بيتوسطوا بين رؤساء الدول العظمى، وده عشان بيمتلكوا الدولار. هم اللي بيربطوا سعر البرميل اللي هو البترول بالدولار، وهم اللي بيزودوا وثائق ويكيليكس ما بيظهروش خالص على الإعلام. والأمريكان بيلقبوهم بعائلة الغموض لأنهم فعلا سر تدفق المال في العالم. دي شوية معلومات صغيرة وبسيطة قوي عنهم. اللي عايز يزود معلومات ويعرف أكتر عن عائلة روثشايلد انصحه ان هو يقرا كتاب احجار على رقعة الشطرنج، وده للكاتب ويليام غايكار.